السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين نطالب القائمين في الدولة، السيد رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلس الشعب، كل من له رأي أو سلطة في البلد. احنا عايزين ندخل في المناهج الدراسية على جميع المراحل، ابتدائي وثانوي وإعدادي، مادة ثابتة ما تتغيرش، مادة الرفق بالحيوان. يا جماعة احنا عندنا شوية أطفال وشوية شباب بيتعاملوا مع الكلاب بطريقة، خصوصا الكلاب اللي في الشارع، بيتعاملوا بطريقة عدوانية. ما اعرفش ايه اللي وصلهم الفكر ده. اكيد طبعا ما فيش في المدارس وعي. يا جماعة حاولوا تحطوا المادة دي، مادة الرفق بالحيوان في جميع مراحلها. هي الكلاب مش عدو للبشر، الحيوانات اللي في الشارع دي مش عدو للبشر، الحيوانات دي مش موجودة غلط، يعني مش مفروضة علينا، دي هدية من ربنا لينا. فلما احنا نحط المناهج ديت او المادة ديت للشباب دي، هنلاقي جيل رحمة، عنده رحمة، رحيم، مفيش منه اي خطورة، ما يطلعش مجرم، ما يطلعش عنده عنف بدون داعي. المادة دي هتحسن من سلوكيات الأجيال اللي جاية بطريقة غريبة، يعني هتخلينا عندنا شباب واعي، عندهم رحمة، ما بيفكروش في الإجرام، ما بيفكروش في أي حاجة غلط. أنا زرعت في قلبهم الرحمة. طالما زرعت في قلبهم الرحمة من خلال المادة ديت، يا ريت تثبتوها، فكروا فيها كويس، انقذوا البلد من الأجيال العنيفة اللي جاية بسبب إن هم عمالين يقتلوا في الكلاب أو يعذبوا في الكلاب أو يجروا ورا الكلاب، بسبب إن هم مش فاهمين يعني إيه كلاب وإيه اللي بيعملوه دوت. فيا ريت توصلوا الفكرة دي لأعلى سلطة.